هذا من أجرم خلق الله باسل الأسد. هذا يعني مجرم يعني صراحة فاق في الإجرام ربما عمه رفعة الأسد. وسأتيك ببعض جرائم هذا الخبيث. إيه هذا الخبيث بعد ما رقي رتبة نقيب، طبعا رتبة نقيب مباشرة كذا، فتم ترشيحه لدورة عسكرية في كلية القيادة العليا. تخرج القوات المسلحة طبعا السورية، تخرج منها وأعطي نوط الأركان، صار ركن. يعني نقيب ركن ما تجي لكن تجي عندهم تجي. بشار جت العمر جاء في الدستور. ايوه بشار يأتيك الآن كيف فعل. طبعا كان عمره 26 لما كان ركن 26. هذا المجرم طبعا أصبح بعد هذه المنزل الحظية عند والده كان يهيئه للحكم. باسل الأسد وكان رجل دموي لا يعرف إلا القتل. كل من يشعر أنه سينافسه يوم من الأيام ولو بعد حين قتله. كان والده قد غذاه على مسألة أن حتى أقرب القرباء منك احذر منه، نظف الطريق. كل من تجده أمامك يرمي أمامك الورد فأقضي عليه.